السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ الورد الجوري. النهاردة هعمل معاكم البطاطس المحشية باللحمة المفرومة. هوريكم الطريقة دلوقتي، هتعجبكم قوي. طريقة مختلفة وجديدة وتجديد في الأكل. يلا بينا على الطريقة. دلوقتي هنشوف هنستخدم ايه في البطاطس المحشية لحمة مفرومة. النهاردة أنا جبت البطاطس، بتنقيها بطاطس صغيرة وتقوريها بالشكل ده، وهوريكم ازاي عملتها بالمقورة. واللي طلع من البطاطس طبعا مش هرميه، انا هستخدمه برضو في الصينية من تحت البطاطس. عندي الصلصة، انا خلطت الطماطم في الخلاط، وادي البصل قطعته، وعندي توم عشان الصلصة، وطبعا اللحمة والفلفل والكمون والملح بتاعي. وهنشوف دلوقتي انا قورت البطاطس ازاي. بس قبل ما اقول لكم، انا البطاطس دي حطاها في ميه وخل عشان ما تسودش مني، وبرضو البطاطس دي برضو في ميه وخل. دلوقتي هوريكم ازاي بقور البطاطس. انا هجيب، طبعا قلنا بنشتري البطاطس اللي هي صغيره كده، وبعدين هجيب المقوره وهعملها كده. وزي ما قلت برضو انا مش هرمي الحشوه كده بالشكل ده، افرغها كده اهي بالمنظر ده. بعد كده انا هحمرها وهنشوف هنعمل ايه. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا جبت طاستين علشان اكسب وقت واشتغل الحاجتين مع بعض. انا دلوقتي هحط الزيت واحط عليه الثوم، وبعدين انا هشوح فيه حاجه بسيطه، وبعدين احط الصلصه. مش هسيبه يحمر ولا حاجه، لا، حاجه كده بسيطه، وبعدين احط الصلصه كده وهسيبها تتسبك. وبعدين هحط التوابل، الملح والفلفل والكمون، هقلب كده واسيبها. عندي الطاسة التانية هحط برضو الزيت، وهجيب البصل مقطعه ومجهزاه، وهسيبه يدبل. مش هحط اللحمة على طول، هسيبه يدبل شوية وبعدين احط اللحمة. ادي البصل بعد ما دبل، ادي اللحمة هحطها معاه، والتوابل بتاعتي فلفل وكمون والملح، واسيبهم يتسبكوا مع بعض. دلوقتي انا البطاطس اللي طالعه وانا بقور اهي، قلب البطاطس احطه كده واعمله فرشه في الطبق اللي هحط فيه البطاطس محشيه باللحمه. بس خدت كده تشويحه على النار بالتوابل طبعا. ادي البطاطس بعد ما اتحمرت تاخد لون ذهبي بس، وادي الطبق اللي انا هعمل فيه. زي ما قلت لكم دي البطاطس اللي طلعت من قلب البطاطس اهي، مش هرميها طبعا، حطيتها في البايركس ده. وهحط عليها معلقه صلصه، واحط برضو معلقه لحمه. ادي حطيت معلقه لحمه مفرومه والصلصه، وهوريكم بحشي ازاي. اهي كده، وهرص في الطبق اهو كده، وهرص الباقي وارجع لكم تاني. وادي البطاطس بعد ما حشيناها
والصلصة جاهزة، حطيت عليها الثوم وبعدين هنحطها في الفرن. ودلوقتي انا حطيت عصير الطماطم كده اللي انا عاملاها بثوم، اوزع كده كويس وبعدين هي بالشكل كده، واللي مش عليه احطه بالمعلقه عادي كده. انا ولعت الفرن، والاول هحط البطاطس تحت، اول ما تغلي اروح حطها على الشبكه واولع الشوايه وتاخد اللون اللي انا عايزاه اهو كده. يبقى كده خلاص كده اتغطى، وهنحطها في الفرن وارجع لكم تاني. ادي البطاطس بعد ما طلعتها واتحمرت ووشها احمر اهو. لو عجبتكم الطريقه دوسوا لايك واشتركوا في القناه.